صباح الخير. نفسنا نعمل عيش البرجر زي جاهز بالظبط، بمكونات كلها في البيت وفي 10 دقايق بس. والأحلى من ده كله إنه بيكون طري وهش زي القطن. دي المكونات بتاعته بطريقة سهلة وبسيطة، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنحتاج كوبايتين دقيق، 2 معلقة كبيرة زيت، حبة بركة وسمسم، بيضاية كبيرة، 2 معلقة كبيرة سكر حبيبات، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة خميرة فورية. في البولة هنحط بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، وعليها سكر حبيبات، تكون الحبيبات بتاعته مش كبيرة، صغيرة شوية، واحط عليهم الملح واقلب لحد ما السكر يدوب في البيضة تماما عشان ما يكونش فيه خرز كده. وبعد كده بضيف عليه الزيت اللي انا مستخدماه عباد شمس عادي، واروح مقلبة. وبعد كده اروح حاطه عليه بقية المكونات هي الدقيق. هنحط كوبايتين الدقيق كلهم، ومعلقة صغيرة خميرة فورية، واروح مقلباهم كده بس مجرد ان الخليط السائل يدخل في الدقيق. وبعد كده بضيف مية دافية على حسب الكمية اللي هتحتاجها العجينة. الكمية اللي احنا عاملينها من الدقيق عشان صغيرة مش هنحتاج لمية دافية كتير، يدوبك حاجة بسيطة، يعني نضيف حاجة بسيطة تدريجيا لحد ما نوصل للقوام العجينة يكون بالمنظر ده. افضل اعجن فيه حوالي من 5 ل10 دقايق لحد ما تكون العجينة سوفت وطرية وجميلة بالشكل ده. كل ما بنعجن العيش اكتر كل ما بيطلع معانا طري وهش وجميل. في بولة هحط نقطة زيت وامسحها بالشكل ده، وبعد كده بحط العجينة بعد ما عجناها كويس، واروح حاطة عليها ستريتش او فوطة، واحطها في مكان دافي علشان تخمر لمدة ساعة او لحد ما الحجم يتضاعف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو كنتم في الشتاء وعايزين العجينة تخمر بشكل كويس، هتشغلوا الفرن بس دقيقتين يكون دافي من جوه حاجة بسيطة، واطفي النار. وبعد كده بحط البولة بتاعتي متغطية جوه، فساعتها الجو هيكون دافي وهتخمر بشكل افضل. وبعد ما طلعت من العجينة الهواء، هعملها شكل اسطواني كده واقسمها ل6 قطع، وبعد كده كل قطعة فيهم هعملها دايرة بالشكل ده، بس الدايرة تكون شكلها منتظم وجميلة علشان ده هيبقى شكل العيش في الاخر. وعلى قد ما اقدر اعمل كل قطع العيش حجم واحد علشان كلهم يبقوا نفس المقاس. العجينة في ايدي مش ناشفة زيادة عن اللزوم، يعني بتكون بتلزق حاجة بسيطة بس متماسكة زي ما انتم شايفين عشان يطلع العيش معانا طري وهش وجميل. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم تاخدوا بالكم منها ان واحنا بنحط المية ما تكونش بتغلي على الخميرة الفورية، بنستخدم مية دافية لان المية المغلية بتبطل مفعول الخميرة. بعد ما خلصت تكوير في العيش هغطيه مرة كمان لمدة نص ساعة عشان يخمر في مكان دافي ويتضاعف حجمه. اهم حاجة لما باجي اخليه يختمر للمرة التانية بيكون محطوط على الصاج اللي اوريدي هيدخل بيه الفرن علشان مفضلش انقل فيه بعد ما اختمر تاني ويطلع الهواء اللي جواه. حاجة كمان انا حاطة على الصاج ورقة زبدة عشان ما يلزقش فيه ويطلع بطريقة سهلة وبسيطة. بعد كده هعمل الخليط اللي هندهن بيه وش العيش عشان يطلع لونه ذهبي وجميل. هجيب بضاية واحط عليها رشة سكر ورشة ملح واخلطها مع بعض، وبكده بقى الخليط جاهز. بعد ما العجينة اختمرت للمرة التانية وضاعف حجمها وبقى شكلها جميل كده، هدهنها بالخليط بتاع البيض اللي احنا لسه عاملينه. ادهن العيش بالفرشة كده حركات خفيفة علشان ما طلعش الهواء من جوه العيش. الحاجة التانية ان انا اغطي الوش كله بالبيض بطريقة متساوية علشان يطلع كله واخد لون واحد. بعد ما دهنته كله بالبيض كويس، برش عليه من خليط حبة البركة السمسم اللي انا مستخدماه مش متحمص، بيخلي شكله وطعمه احلى من الجاهز كمان. وطريقة التسوية بدخله في رف وسط على درجة حرارة 170، فرن متسخن قبل كده، واسيبه حوالي 25 دقيقة. وطبعا مدة التسوية بتختلف من فرن للتاني، علشان كده اهم حاجة وانا بطلعه اعرف ازاي ان هو استوى ان هو وشه يكون واخد اللون الذهبي الجميل ده. واول ما بيطلع من الفرن بغطيه بفوطة المطبخ لحد ما يهدى من الحرارة، وبعد كده بشيل الفوطة. كل ده ليه؟ علشان يطلع معانا هش زي القطن وطري كده وجميل. مش قادرة اوصف لكم جماله وقد ايه فريش، ريحته خطيرة وطعمه احلى واحلى. والاحلى من ده كله ان هو ما اخدش مجهود خالص، مكونات في البيت من غير لا حليب ولا زبدة ولا مكونات فظيعة.
يا سلام كمان لو جربتوه مع وصفة زنجر برجر بتاع KFC اللي كنت عامله لكم في الفيديو اللي فات. الاتنين مع بعض طعمهم اخر جمال، كأنكم قاعدين في المطعم بالظبط. اتمنى من كل قلبي ان الوصفة تكون عجبتكم. كنت معاكم نسمة الخياط، استنوني فيديو جديد من وصفاتي، وما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير. باي باي.